تعالوا النهارده نعمل حاجة حلوة للولاد، مكوناتها بسيطة جدا وتنفع قوي في اللانش بوكس، ومكوناتها موجودة في كل بيت. سمي بالله وصلي على الرسول وتعالي شوفي طريقة التحضير. في الأول هجيب بولة واحط فيها نص كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، بيضتين بدرجة حرارة المطبخ. الكوباية اللي بستعملها كوباية الشاي العادية، عليهم كيس من الفانيليا، وغطا واحد خل. بيبقى حلو قوي، بيضيع زفارة البيض وبيبقى حلو في المعجنات. هضربهم بالمضرب لغاية ما لونهم يفتح. ممكن تعملي الخطوة دي في الخلاط او بالمضرب الكهربائي. لما لونهم يبقى بالشكل ده هنزل بكوباية من الدقيق، واحط ذرة من الملح، وعليهم معلقة من البيكنج باودر. انا هحط اجمالي الدقيق كوباية وربع، هقلب دول واحط الربع التاني. بضيف بقى مية مغلية. انا هضيف ربع كوباية من المية او حسب العجينة، يعني حسب نوع الدقيق هياخد، ممكن ربع، ممكن اقل، ممكن اكتر، يعني حسب الدقيق بتاعك. هقلبهم لغاية ما يوصلوا للقوام ده كريمي كده. بجيب كيس من اكياس التلاجة وبفضي فيه الخليط اللي معايا دوت. طبعا من تحت كده هعمل فيه فتحة عشان انزل منها الكيكة اللي معايا في طاسة ما بتلزقش، وهدهنها دهنة من الزيت، ومش مهم خالص لو ما دهنتيهاش زيت، كده كده مش هتلزق معاكي. هعمل فتحة صغيرة وابدأ احط ضيف بقى من الخليط اللي معايا ده. بصوا ده شكل الكيكة اللي معايا. في الوقت ده مش هتاخد وقت خالص، يعني هي دقيقة يا دوب عقبال ما تخلصي كده هتلاقي اللي انت حطيتيها الاول احمرت. طبعا بقلب كله بالشكل ده. من فوق هتعمل كده فقاقيع. النار هادية جدا. دلوقتي هوريها لكم بفوطة، حاطة فوطة وبغطيها من فوق ومن تحت اللي بيخرج عشان تفضل محتفظة بالطراوة بتاعتها ما تنشفش. ممكن ما تحطيش مية، تحطي لبن. بعمل بقى كل الكمية بالشكل ده. الحجم اللي يناسبكم اعملوه بيه، يعني صغيرة كبيرة براحتكم بقى. خدوا بالكم انها ما بتاخدش وقت في التحمير، باكد على النقطة دي. هي يا دوب كده بتخلصي تديري تلاقيها خلاص اخدت لون، فما تطولوش عليها. بصوا بالشكل ده كده تاخد لون حلو من فوق ومن تحت، وبخرجها طبعا وبغطيها بالفوطة. بعمل كل الكمية اللي معايا بالشكل ده، بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة، طعمها حلو قوي. بصوا انا هعمل معاكم كمان مرة. بختبرها كده، طلعت على المعلقة اللي معايا بقلبها على طول. ومن فوق كده بتعمل زي القطايف بالظبط، يعني بتعمل الفقاقيع اللي هي بتاعت القطايف دي، هي تقريبا نفس تسويتها يعني. بصوا النار شمعة شغالة على نار هادية جدا، وزي ما قلت لكم كده كده الطاسة سخنة، وهي يعني رقيقة مش هتاخد وقت. حطيت بقى شوية مية على النار كده عشان يغلوا، واحط عليهم الشوكولاتة، اعمل اللي هو البخار المائي للشوكولاتة. حطيت بس معلقتين زيت، اي شوكولاتة قابلة للدهن. نيجي بقى عشان نلزق الاتنين على بعض. انا حطيت انا حطيت مربى فراولة، ممكن تحطوا مربى تين، شوكولاتة من اللي احنا اصلا هندهن بيها. اي حاجة بتحبوا طعمها وبتحبوا تقدروا تحطوا اي نوع بتحبوه، يعني مش شرط مربى. ممكن تحطوا كريم شانتيه تقيل، ممكن تحطوا شوكولاتة قابلة للدهن، اي حاجة متوفرة يعني. خلصت بقى كل الكمية اللي معايا بالشكل ده، والشوكولاتة كانت ساحت. هبدأ بقى احط كل واحدة كده واغلفها بالشوكولاتة. ممكن ما تحطوش شوكولاتة خالص يعني، بس احنا بقى بنقول عشان تبقى زي اللي بنشتريها من برا، البسكوت اللي هو بنشتريه من برا ده. فحطيت شوكولاتة. بصوا باخد واحدة وبغلفها كويس بالشوكولاتة وبشوكة كده، وبخرجها
بضغط عليها عشان تنزل اي زيادة فيها، وهكذا بقى لغاية اما اخلص كل الكمية اللي معايا. طبعا انا حطاها على كيس بلاستيك اللي هو كيس التلاجة ده، ممكن تحطيها على شبكة على اي حاجة، المهم ايه تنزل الشوكولاتة اللي فيها. وحطوها بقى في التلاجة شوية، انا ما حطيتهاش في التلاجة شوية عشان التصوير، سيبوها في التلاجة شوية تمسك نفسها كده، هتلاقوا طعمها حلو جدا. هشيلها بقى من على الكيس ده واحطها على طبق تقديم. طريقة الحفظ تحفظوها في التلاجة عشان طبعا الجو حر جدا، فلو سبتوها بره الشوكولاتة هتسيح، ده لو قعد يعني حاجة منها، يعني مش هيستنى منها اي حاجة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو شجعوني كده بلايك وشير، ما تنسوش تشاركوا وصفاتكم على الجروب. في جروب كده هسيب لكم الرابط بتاعه، انا عملته عشان خاطر نشارك الوصفات اللي حضراتكم هتجربوها. واشوفكم على خير، مع السلامة.